السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. انا سامح احمد، والنهاردة هعمل فطائر اقتصادية، ولا بيض ولا لبن، بالمية. هنعملها بالمية والملح، وبتكون جميلة جدا ومورقة وطعمها بيكون تحفة. بنعملها بأي بواقي عندنا في البيت. مثلا أنا كان عندي لانشون فعملتها باللانشون والفلفل، وعجبت ولادي جدا وهتعجبكم برضو إن شاء الله لو جربتوها. مكوناتها بسيطة جدا جدا، موجودة في كل بيت وسهلة، وممكن نقوم نعملها كده على طول في أي وقت. تنفع للفطار، للعشاء، لما نكون جعانين بالليل لجوع آخر الليل. تنفع في أي وقت، خصوصا بقى لو معاها كوباية شاي أو كوباية شاي بلبن. يا سلام، بتكون تحفة. يلا بينا نشوف بقى هنعملها ازاي. أول حاجة أنا جبت البولة بتاعتي وحطيت فيها كوباية ونص مية، مية دافية، وحط فيها 3 معالق سكر كبيرة، ومعلقة كبيرة خميرة، يعني كيس خميرة. بقيت الكيس نقلبهم كويس عشان خاطر السكر أهم حاجة يدوب. كده أنا حطيت المية والسكر والخميرة، نقلب لحد ما يدوب. بعد كده أكون محضرة ربع كوباية زيت وأنزل بيها، بس أنا شلت منه معلقة. أقلب برضو مع بعض المكونات كلها مع بعض، وأنزل بالدقيق بقى. هو خدت مني 4 كوبايات دقيق. طبعا احنا هنحط الدقيق بالتدريج، لأن ايه الدقيق بيختلف. في أنواع دقيق بتختلف عن الأنواع التانية، فاحنا بنحط حبة حبة بالتدريج عشان ايه العجينة تظبط معانا. ممكن تاخد منكم اكتر من 4، وممكن تاخد 4 زي ما خدت معايا على حسب نوع الدقيق. ده كمان التقليبة دي بتساعد على اختمار العجينة على طول، تكون عجينة ناجحة. بعد كده نعجنها بقى، نعجنها كويس جدا. نعجن كده كويس لغاية ما العجينة تبقى مش بتلزق في ايدينا، وتكون يابسة وملزقة حاجة بسيطة خالص. بصوا حلوة ازاي، زي اللبانة كده. اديها عجنة كمان، نفضل نعجن فيها حوالي كده 7 دقايق. اهم حاجة ان احنا نعجنها كويس. اجيب بقى معلقة الزيت اللي انا كنت حاشاها، والف بيها كده العجينة. تمام، وبعد كده اسيبها بقى تخمر. هتقعد معانا حوالي نص ساعة، نص ساعة لساعة الا ربع. ما شاء الله، بعد ما خمرت بقى نطلع منها الهواء. نحطها بقى على الرخامة بتاعتنا، وهقسمها نصين. فردها بقى مفيش اسهل من كده. هقسمها نصين، وبعد كده بقى هفردها. جبت حتة سمنة وهفرد بيها العجينة بإيديا من غير نشابة ولا أي حاجة. نوسع كده، نوسع العجينة ونفردها.
نوزع السمنة بتاعتنا، ممكن تحطوا سمنة على زيت، ممكن تحطوا زيت بس. العجين ملزق في ايدي. نوسع كده. هي سهلة معانا عشان خمرانة ومرتاحة، فسهلة معانا في الفرد جدا. ما شاء الله فردت. ونوزع معانا السمنة كويس او الزيت، اي مادة دهنية هنحطها نوزعها كويس. بعد كده بقى هحط معلقتين كاتشب كده او 3 معالق ندهنها بيها. لو مفيش كاتشب ممكن تحطوا صلصة. اللانشون بقى وزعه كده عليها. مفيش بقى اوفر من كده. يعني موفرة جدا جدا. حط بقى الفلفل، اختياري طبعا. ممكن تستغنوا عنه وممكن تحطوا فلفل رومي. نعملها كده رول كده ونلفها. تتلف معانا بكل سهولة. العجينة حلوة جميلة جدا وسهلة معانا خالص. عملناها رول كده، هنقسمه بقى كده نصين ونظبط فيه. وأقطعه بقى على قد ما نقدر بالتساوي. بعد كده القطعة اللي أنا قطعتها بدوس عليها كده، بفردها بإيدي كده فردة بسيطة. دي واحدة كمان. بضغط عليها بس ضغطة كده بسيطة. كمل بقى. جبت النص التاني برضو هفردها. تتفرد معانا بسهولة. ما شاء الله بتوسع معانا كده على طول. برضو يعني ايه، هدهنها برضو كاتشب او صلصة او من غير، زي ما تحبوا الحشو ده يعني ايه، على راحتكم. حط اللانشون والفلفل برضو. ونعملها برضو رول زي المرة اللي فاتت كده. نقسمها نصين. بعد كده برضو نقطعها بالتساوي كده ونضغط عليها كده، تبقى عاملة زي الوردة.
نضغط عليها كده اهو. المرة دي اوضح من المرة اللي فاتت. بس كده. رصيتها في الصاج بتاعي. حطيت ورقة زبدة، وهدهنها بشوية لبن وحبة نسكافيه صغيرين، دوبتهم مع بعض وبدهن الوش بيهم، او بصفار بيضة. بس انا عملت بحبة لبن ومعاهم نسكافيه. ادهن كده الوش وادخلها الفرن على 180. بسم الله ما شاء الله، خلصت اهي. ايه رأيكم؟ شكلها تحفة وطعمها تحفة تحفة تحفة، واقتصادية جدا جدا، وموفرة جدا جدا جدا، بمية وملح وبس. ما حطيتش بقى لبن ولا بيض ولا اي حاجة، هي بس سخنة مش عارفة امسكها. بصوا مورقة وجميلة ازاي، وحلوة جدا وطعمها جميل جدا. تنفع للمدرسة، تنفع للفطار، للغدا، للعشاء، تنفع في اي وقت. لو عجبكم الفيديو وعجبكم الطريقة، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.